هاي حلوين. طب اليوم معكم سين. طبعا اليوم راح أتكلم معكم بكلام مرة ضروري. الكلام هذا إنه سبب اعتزالي وليش سبب اعتزالي. راح معكم الوقت وراح أقول لكم وش سبب اعتزالي. يلا خلينا نبدأ. سبب اعتزالي إنه أول شيء ما يكون في دعم عشان يعني يحمسني، لأنه لو كان في دعم عادي قسم بالله إني عادي بنزل مقطع دائما. الشيء الثاني إنه يكون شيء صعب الصراحة إني منتج، فما يكون في وقت عشان الدراسة، فما يكون في وقت. الشيء الثالث إنه أنا خلاص دخلت مرحلة جديدة ولازم يعني ما ضيع فيها أبدا، فلازم يكون تركيزي على الاختبارات، لأن أنا الحين في اختبارات النهائية، فعشان كذا ما أنزل مقاطع. عشان كذا أنا ذي الأيام أبدا ما أنزل مقاطع. فيا الشيء الخامس إنه يكون صعب علي إني أقعد أمنتج كلي، لا إنه يعني الشيء الخامس صراحة ما في دعم. يعني كيف أقول لكم، قلت ما في دعم، بس إن أقصد لو كان في دعم مرة اللي هو مرة دعم صاحي كان تحمست كل يوم أنزل مقطع قسم. كمان المنتج يكون صعب، فما يكون لي وقت، والحين اختبارات، والله يوفقكم في اختباراتكم. بقول لكم شيء، اليوم أنا بنزل مقطع. اوكي، لما انزل مقطع ذا ما ادري كيف اقول لكم، بس الصراحة انزل مقطع هذا عشان يعني اقول لكم سبب اعتزالي وليش ما استمر على القناة. فلو استمر القناة يعني فيها دعم وصح يعني صاحي، اقسم بالله اني بقرر انزلكم مقطع او تصميم، هذا اللي تبغونه. او كمان بسوي شيء إن كل يوم بعد ما انزل مقطع راح راح اسوي معاه تصميم، او مو تصميم، تحدي. ايش راح يكون التحدي ياسين؟ التحدي راح يكون عبارة عن إنه راح ادخل على واحدة من تطبيق الرسم، راح احط فيها مقطع، لا مو مقطع، معلش، راح ارسم فيها الاحرف اللي انتم تبغونها. انتم بس اكتبوا لي تحت في التعليقات الاحرف اللي تبغونها، قسم بالله لا اسويها. وكل يوم يجيني حرف راح اسويه اوكي واثبت له يعني. وبس والله، باي.